من الذي أطعمك وسقاك بعد الله؟ أليس والدك؟ من الذي يتعب ليل نهار؟ من الذي يتحمل الديون؟ أليس والدك؟ من الذي يلبسك؟ من الذي يشقى لأجلك؟ أليس والدك؟ ولكن الأم فقط تأتي عنده وتقبل يدها، والوالد ما له شيء. حرام عليك يا أخي. الوالد يبكي ليل نهار ويتعب ليل نهار ويعاني من هموم الناس وآلام الناس، كل ذلك لكي تأكل وتشرب وتسكن أنت وأمك، ولا تعلم كم تحمل لأجل ابتسامتك أنت وأمك وأخواتك. ليس كذلك يا الأحبة؟ حرام علينا هذا الفعل مع والدنا. إذا جلسنا مع الوالدة نقبل اليد ونشعر بحنان وخضوع بين يديها. إذا جاء الأب كأن جاء الإنسان الذي لا يستحق شيء. ليه ما يستحق؟ راجع نفسك في برك بوالدك. حتى في دعائك، واحد من الأخوان حاط حالة الواتس: اللهم اغفر لأمي. أرسلت له قلت: ليش وأبوك ما تدعي له؟ يا أخي حرام عليك، أبوك وحش يعني. وسوى بير لأمه، قلت: إيش ما تسوي لوالدك؟ أعوذ بالله من قسوة القلب. هو يرى أن في الجنة ترى، وأن بار بأمه، وأن يا أخي يمكن الله غضب عليك لأنك أهملت والدك. قال: يا أخي والدي أحيانا شديد. يا أخي لا تلومه يا أخي، الحياة يعني التجاعيد اللي في وجه والدك ترى أنت السبب، أنت وأمك وأخواتك.